عزيزي المشجع الجميل، في رد من الكابتن خالد الغندور في موضوع تنافس الاهلي وبيراميدز على الدوري، هو رد انا اسف في التعبير خبيث شويتين ثلاثه. ليه؟ هجيلك في الموضوع. وايضا هي العقوبات اللي وقعها الاتحاد الافريقي على نادي الزمالك وهو رد نادي الزمالك عليها، وهي الدروس المستفاده من العقوبات دي للاتحاد المصري. هو في دروس مستفاده من العقوبات؟ يا صديقي انا هجيلك في الكلام. وتعليق مارسيل كولر على كهربا، دي كلها امور هنتكلم فيها في الفيديو ده. بس في البدايه ما تبخلش علينا وما تحرمناش من دعمك لينا بعمل لايك وشير للفيديو. لو مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس. لو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملنا متابعه. ويلا بينا نخش في التفاصيل. خلينا نبتدي النهارده بالغرامه اللي طبقها الاتحاد الافريقي على نادي الزمالك، وهي غرامه 200,000 دولار على نادي الزمالك بسبب الاحداث اللي حصلت في الكونفدراليه والتنظيم والاستلام والحاجات السيئه والمنظر السيء جدا اللي احنا كلنا شفناه. تم معاقبه الزمالك ب 200,000 جنيه غرامه، وايضا حرمان جمهوره من 4 مباريات بما فيهم مباراتين مع ايقاف التنفيذ. وهنا الزمالك يحق له ان هو يقدم التماس او تظلم على العقوبه ديت بعد دفع مصاريف التظلم. يعني عشان تتظلم برضه في مصاريف لازم تدفعها، الزمالك لازم يدفع المصاريف دي ويقدم تظلم في وقت قانوني هو محدده الكاف تقريبا كده حوالي 3 ايام. فمن حق الزمالك ان هو يعترض على القرار ويتظلم من حقه. طيب هل بعد التظلم دوت هياخد حاجه الزمالك؟ هياخد. ممكن العقوبه تقل، ممكن توصل ل 150 او 200,000 غرامه. وايضا الاربع مطوشه الموقعه على الجمهور ان هو ما يحضرش والكلام ده كله ممكن توصل لماتشين مع ايقاف التنفيذ كمان. فالامور يعني هتخفض لنادي الزمالك، وده بالفعل اول رد جه من نادي الزمالك من المتحدث الرسمي اللي رد عبر احدى المواقع الالكترونيه. هيتم تقديم تظلم من نادي الزمالك للاتحاد الافريقي لكره القدم في الوقت القانوني المحدد له، والزمالك هيعترض على القرار، واكيد بعد اعتراضه على القرار بنسبه كبيره زي ما بقول لك هيتخفض العقوبه ديت. طيب هي بقى الدروس المستفاده او الاتحاد المصري لكره القدم هيستفاد ايه من عقوبه الزمالك؟ انا اقول لك حته بسيطه كده. اولا العقوبه اللي اتطبقت على الجمهور وعدم حضور الجمهور ل4 مباريات ديت، فده درس للاتحاد المصري هنا اللي ما طبقش العقوبه على الجمهور بنص اللائحه في مباراه الزمالك والمصري والهتافات الخارجه من الجمهور. فهنا المفروض تطبق اللائحه على الجمهور بحرمانه من المباريات، ولكن ده ما حصلش. وايضا العقوبه اللي المفروض تتطبق على جوميز حتى الان لم يتم معاقبه المدرب بالرغم من المخالفه الواضحه والصريحه. وهنا هتقول لي يا عم بلال طب ما هي الكونفدراليه بقالها كتير والاتحاد جه دلوقتي وقع العقوبه، الاتحاد الافريقي يعني. اقول لك يا صديقي اهدى كده. الاتحاد الافريقي اولا الموسم عنده انتهى، فاي توقيع عقوبه هتتم من الموسم المقبل، فبالتالي هو واخد وقته لان مفيش مباريات بتتلعب. لكن الاتحاد المصري هنا في مباريات بتتلعب، هنا في دوري مستكمل ولسه شغالين فيه، فهنا لازما ولا بد انك توقع غرامه. لكن ما تجيش على مباريات المصري والجمهور وتقوم موقع غرامه ماليه على الزمالك بسبب الهتافات للجمهور، وما توقعش وما تحرمش الجمهور من عدم الحضور. فهنا في مخالفه واضحه للائحه. وايضا موضوع جوميز واللي عمله مع الحكم برضو في مخالفه واضحه ما تطبقش عليه اي عقوبات حتى الان. فعلى الاتحاد المصري انه يخجل من الكلام ده ويحاول يطبق اللائحه ويطبق القانون اسرع من كده. اما بقى تعليق مارسيل كولر على كهربا طبعا احنا عارفين ان مارسيل كولر ابعده لمباريتين بسبب اللي عمله بعد مباريات فاركو، وهو عدم التمرين مع المستبعدين او مع الاحتياطي اللي ما لعبوش من الكلام ده كله وساب التمرين ومشي. فعاقبه بعدم وجوده في التمرين انه ما اتمرنش معاه لمده اسبوع، وايضا عاقبه بعدم المشاركه. فالراجل لما اتسال بعد المباراه الاخيره امام الداخليه فين كهربا، قال لهم كهربا معانا من يوم الاحد في التمرينات. فاذا كهربا هيرجع تاني للتمرين. طب هل يلحق مباراه الطلائع اللي جايه؟ اكيد لا، لان هو هيتمرن تمرينه ويلعب بعده على طول بيوم، اكيد لا. فده مش من طبع مارسيل كولر. ممكن يكون معاه احتياطي تمام، لكن ان هو يكون متواجد كاساسي اكيد لا، مش هيكون معاه كاساسي في مباراه الطلائع، ولكن بيحضروا لمباراه بيراميدز. وهنا لازما تطلع تشيد بكولر. كولر هنا بيقرص ودن كهربا بشكل
بشكل واضح زي ما عملها قبل كده وقرص ودنه، وبعد كده قام محضره قام جايبه قدام مباراه الزمالك اللي تألق فيها واحرز فيها هدف، وايضا النهارده بيقرص ودنه وبيحضره لمباراه بيراميدز. وده يوضح لك ان مارسيل كولر مدرب ثعلب ومعاه كل الحق في اللي عمله مع كهربا، محدش يقدر يلومه تماما. اما بقى عن تعليق الكابتن خالد غندور، وزي ما قلت لك في البدايه هو تعليق خبيث شويتين ثلاثه. ليه؟ لان الفتره اللي فاتت في على الاعلام كده سؤال دايما بيتسال لكل الاعلاميين او اللاعبين او اللي لهم علاقه بنادي الزمالك: مين يا جماعه هيفوز بالدوري، الاهلي ولا بيراميدز؟ معظمهم بيرد يقول لك بيراميدز، وده من حقه تماما، وهم واضح جدا ان كل الزملكاويه سواء بقى اعلام او جمهور او اغلبيتهم بيشجعوا بيراميدز ونفسهم بيراميدز هو اللي يفوز بالدوري مش الاهلي. وهنا بس بلمح لهم نقطه بسيطه، الا وهي ان بيراميدز اللي انت بتشجعه ده خد مكانك في الدوري وخد مكانك في افريقيا، افضل شجعه كده لحد ما انت تبعد تماما. وبالفعل انت بعدت الموسم ده، والله اعلم بتشجيعك ليهم هتبعد الموسم اللي جاي برضو ولا ايه. اما بقى لخالد الغندور وتعليق، فخالد الغندور لما اتسال نفس السؤال كان له رد مختلف تماما. احنا عارفين دايما ردود خالد الغندور مختلفه. قال لك ان بيراميدز فريق عنده سكواد قوي جدا، اما الاهلي فهو اقوى اعلاميا وجماهيريا. ما ذكرش ان الاهلي اقوى فنيا زي ما قال على بيراميدز، فهنا في تلميح منه لموضوع. ولما كمل كلامه قال له فريق بيراميدز قوي وممكن يفوز بالدوري، وايضا فريق الاهلي قوي وممكن يفوز بالدوري، ولكن لازما الدوري يكون في الملعب والشغل كله يكون في الملعب بس ما يكونش خارج الملعب. وهنا يقصد الاهلي. ففي نقطتين الراجل معلق عليهم، قال لك الاهلي اقوى اعلاميا وجماهيريا، وكمل كلامه ان لازما يكون اللعب او الشغل داخل الملعب مش خارج الملعب. فهنا عايز يقول لك ان بيراميدز لو ما فازش بالدوري فالاهلي بيلعب جيم خارج الملعب، وكل الناس بتشجعه. هو قال كده بالمناسبه، كل الناس بتشجعه وكل الناس عايزه الاهلي يكسب. فيا كابتن خالد هنا تلميحك وتعليقك خبيث زي ما قلت. ليه؟ لان انت بتشكك في قوه الاهلي فنيا وداخل الملعب، وعايز تقول ان الاهلي مش اقوى حاجه، بس اعلاميا وجماهيريا بيضغط بشكل قوي جدا ان هو ياخد الدوري مش بيراميدز. وحتى في كلامه قال لك انه الاهلاويه او الناس في الاهلي عندهم الزمالك يكسب بالدوري عادي بس بيراميدز لا. فهنا الكابتن خالد بيقول للناس وفي مجمل كلامه الكلام اللي هو بين السطور ان الاهلي بيلعب خارج الملعب، ان كل الناس والمنظومه والمسؤولين عايزين الاهلي هو اللي يكسب مش بيراميدز، وبيصدر مظلوميه لبيراميدز قبل ما يخسر الدوري، عشان لو خسر الدوري يطلع يقول لك اصل الاهلي هو اللي خسره، اصل المنظومه، اصل مش عارفه ايه، اصل الشغل خارج الملعب، واصل ومبررات كده محطوطه على الرف بس اول ما بيراميدز يخسر. لكن لو الاهلي اللي خسر الدوري هيطلع يقول لك مش قلت لكم ده بيراميدز قوي، ده بيراميدز فريق فني ولازم ندعمه ولازم مش عارفه ايه، وهو كسب الدوري وايه المشكله لما يكسب ومش عارف الكلام اللي بيتقال من بعض الزملكاويه ده. فبصراحه كونك انك تشجع بيراميدز وتخليه مكان فريقك انت حر فيه، كونك انك بتكره الاهلي اكتر ما بتحب فريقك فانت حر برضه، لكن تلميحك للاهلي والمنظومه ان هي بتساعد الاهلي عشان يكسب الدوري فده ما ينفعش يتسكت عليه يا كابتن خالد، ولازما يتوضح للناس ان الكابتن خالد بيقول حاجات كده بين السطور غير صحيحه بالمره. لان لو المنظومه عاوزه تكسب الاهلي مش هتقعد تساعدك وتزق فيك وتديك ضربات جزاء وهميه عشان خاطر بس تفوق كده وتكسب وتعدي من المركز العاشر اللي انت مزنوق فيه ده. فيا كابتن خالد خف شويه علينا الله يكرمك، شجع بيراميدز زي ما انت عايز، اكره الاهلي اكتر ما تحب فريقك اللي انت منتمي ليه زي ما انت عايز، بس قولش كلام بالشكل اللي انت بتقوله ده وتلميحاتك الغير سويه بالمره. في النهايه يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، لو مش مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملنا متابعه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.